لو دخلتي على طفلك سواء بنت او ولد ولقيتيه بيلعب مع اولاد جيران او قرايبك او اخواته وطريقه اللعب مش مريحاكي مش طبيعيه، اتنفضوا اول ما شافوكي، حد فيهم ما كانش لابس هدومه مثلا، او قاعدين قاعده مش لطيفه، خلي بالك جدا جدا في ردود افعالك. الطفل في الوقت ده حرفيا بيكون مرعوب وبيكون مستني يشوف رد فعلك انتي او باباه او اللي شافه هيبقى رد فعلهم عامل ازاي، وبناء على رد الفعل ده هتتشكل عنده الفكرة نفسها فيما بعد. يعني اول ما تشوفي طفلك، وطبعا انا بتكلم من سن مثلا 2.5 3 سنين لحد 5.5 6، ليهم طريقة تصرف معينة لازم احنا نتصرف معاهم. يعني لازم تتجنبي وتخليكي بعيدة كل البعد عن الصويت والزعيق وانت ازاي تعمل كده وانا عايزة اعرف ليه عملت كده. لا لا لا، اوعي تعملي كده. في نوعين من الاطفال، في طفل مستكشف وفي طفل مستضعف. الطفل المستكشف لو هو عايز يستكشف مثلا جسم جاره قريبه ابن خاله ابن عمه، او هما الاتنين عايزين يستكشفوا. وفي طفل مستضعف ان هو مثلا اكبر من الطفل التاني فاستضعفه، او الطفل التاني ده اللي هو مش ابنك استضعف ابنك او استضعف بنتك. وهنا لازم ان احنا برضو نحط حد للموضوع بذكاء وبعقل. وفي حد تالت خالص بيكون بيقلد. في كل الحالات اول حاجة لازم تعمليها ان انتي تهدي من روعهم الاول، تهديهم، تهدي الموقف، ما تاخديهمش كده على الحامي وتزعقي لهم وترعبيهم اكتر. لا، هديهم وابداي اتكلمي بهدوء بالراحه، كأن الموضوع مش ذو اهميه، كأنه مش حاجه كبيره، كأنك انت ما اتخضيتيش وانا عارفه ان انت مرعوبه، كأنه مش حاجه كبيره. تبداي تتكلمي بهدوء، اللي هو ايه ده انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ ده انا كنت بدور عليكم وكنت عايزه اجيب لكم حاجه حلوه، انتوا قاعدين هنا إيه كنتوا بتلعبوا؟ اعرف انتوا بتلعبوا ايه ولا كنتوا بتلعبوا لعبه سر؟ ولو حسيتي ان هم مش عايزين يردوا او اتلجلجوا او لقيتي حد فيهم بيلقي اللوم على حد تاني، بصي هو في الاول وفي الاخر في حد فيهم طرف هو اللي بيقود الموضوع. احنا لازم نعرف هو مين. فانت لازم بكل الطرق ان انت تعرفي مين السبب او مين اللي اخترع اللعبة دي، علشان تعرفي هتتصرفي ازاي لو كان طفلك او طفل غيرك. وفيما بعد هتعرفي اذا كان السلوك بتاع الطفل ده متكرر ولا اول مرة. المهم ان انت تحاولي تعرفي مين السبب، ايه اللي خلى اللعبة دي تيجي في دماغهم. نبدأ نعلمهم الخصوصية، نبدأ نعلمهم الحرمانية، نبدأ نبقى في رقابة عليهم غير مباشرة. ما ينفعش ان هم يحسوا ان هم متراقبين بقى، عشان هيحاولوا يدخلوا اي مكان محدش شايفهم فيه ويلعبوا اللعبة اللي هم عايزين يستكشفوا ايه هي. في كل الحالات لازم ناخد بالنا جدا من ردود افعالنا مع اولادنا، ونكون رقيبين عليهم، ونخلينا احنا الصورة اللي المفروض هم يظهروا عليها. يعني ما ينفعش ان احنا نعمل سلوكيات قدامهم ممكن يقلدوها. كمان حاجة مهمة جدا، اثناء اللعب احنا بنعلمهم قيم، مش مجرد ان احنا بنرميهم في اوضة ونسيبهم المهم ان هم ساكتين وخلاص. احنا بنعلمهم قيم، فلازم نعلمهم دايما كل قيمة مهمة تحافظ عليهم وفيما بعد تأثر فيهم.